السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. اليوم نتكلم على المقدس. نبدي بمصر. بسنة 1850 صارت ثورة اسمها ثورة تاييل، قائد اسمه شيكوار. هسه هنا ماكو مش ثورة شعبية، قائد. لكن المشكلة وين؟ الغريبة انه هذا القائد الصيني اللي هم بلاد ملحدين مشركين، يعني ما عندهم في الدين رسمي لله، ما يعبدون سبحانه وتعالى لحد الآن، ادعى انه هو الاخ الاصغر للسيد المسيح. السيد المسيح ما عنده اخ، بس هو ادعى. زين منو قال لك؟ نزل لي وحي من السماء. الثورة استمرت 15 سنة من 1850 إلى 1864. راحوا بها ضحايا 20 مليون شخص، وقيل 50 مليون شخص. بالتالي الثورة مالته فشلت لسبب أنه ما قدر يمزج بين الأفكار الصينية والأفكار الغريبة. يعني موضوع السيد المسيح سلام الله عليه ما له علاقة بالصين.